في واحد بدأ مشروع ناجح جدا. الدخل زاد بسرعة، فقرر يعيش حياة فخمة. بيت كبير، عربية غالية، مصروفات عالية. كان شكله ناجح جدا من بره، لكن من جوه كان تحت ضغط رهيب. لازم يحافظ على نفس المستوى. أي مشكلة صغيرة كانت ممكن تدمر كل حاجة. وفعلا لما المشروع وقع، كل حاجة انهارت. ليه شخص غني جدا ممكن يحس إنه مش كفاية؟ وليه أحيانا أفضل قرار مالي في حياتك هو إنك تقول خلاص كفاية؟ في الفيديو ده هنتكلم عن 3 أفكار ممكن تغير طريقة تفكيرك في الفلوس تماماً. إزاي المقارنة ممكن تدمر رضاك، وليه الكفاية أهم بكتير من المزيد، وكمان ليه بنقلد ناس من غير ما نفهم حياتهم. ولو النوع ده من المحتوى بيعجبك، اعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. تخيل معايا القصة دي. واحد من أشهر مدير الأموال في العالم عنده ثروة ضخمة جدا. في يوم كان في حفلة مليانة مليارديرات. واحد قال له: الشخص اللي هناك كسب في يوم واحد أكتر من ما كسبت انت طول حياتك. تتوقع حس بإيه؟ الحقيقة الإحساس كان أنا أقل، رغم إنه غني جدا. المشكلة إن المقارنة لعبة مستحيل تكسبها. دايما في حد أغنى، أنجح، أو حياته شكلها أحسن. لو بتقارن نفسك بغيرك، اكتب في الكومنت: بحاول أبطل مقارنة. خلينا نسأل سؤال مهم. إيه معنى إنك تكون غني فعلا؟ هل هو رقم في البنك؟ ولا أسلوب حياة؟ أخطر حاجة في الفلوس إنك ما يكونش عندك تعريف لكفاية. في ناس بتوصل لراحة كبيرة، لكن تفضل تخاطر أكتر. ليه؟ عشان عايزة أكتر. بس الحقيقة، مش كل فرصة لازم تاخدها، ومش كل ربح لازم تطرده. في لحظة معينة، الحفاظ على اللي عندك أهم من زيادته. لو الفكرة دي وصلت لك، اعمل لايك. خلينا نبص على السوشيال ميديا. واحد عنده عربية فخمة، بيسافر كتير، وحياته شكلها مثالي، فتقول أنا عايز أبقى زيه. بس السؤال: هل أنت شايف الصورة كاملة؟ يمكن عنده فلوس كتير، أو يمكن عليه ديون كتير، يمكن ناجح أو مرهق جدا. إحنا بنقارن أفضل لحظاتهم بكل تفاصيل حياتنا، وده ظلم لنفسك. كل قرار مالي لازم يكون مناسب ليك أنت. قول لي في الكومنت: هل السوشيال ميديا بتأثر عليك؟ لو هنلخص كل ده في فكرة واحدة، أكبر خطر في الفلوس مش إنك تكون فقير، لكن إنك تعيش طول حياتك تجري ورا المزيد من غير ما توصل أبداً. اسأل نفسك بوضوح: إيه هو الكفاية بالنسبة لي؟ حدد الإجابة وخليها مرجع ليك. وابعد شوية عن المقارنة، خصوصاً على السوشيال ميديا. ركز على حياتك أنت، مش حياة غيرك. ولو الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشوف محتوى زي ده أكتر.